قبل ما نبدأ فيلمنا وقبل ما نبدأ أي حاجة، حابب إنك تصلي على النبي في الكومنتات، وده علشان تاخد حسنات وإحنا كمان ناخد حسنات. بعد كده تروح تعمل اشتراك في القناة، وده لأنك بتتفرج على أعظم قناة ملخصات أفلام. تاني حاجة بطلبها منك تجيب قهوتك أو فشارك عشان نبدأ ننطلق بالفيلم بتاعنا، ويلا بينا على بركة الله. بتبدأ أحداث فيلمنا مع براندون، وهو قايم مفزوع بسبب كابوس مخيف، وبراندون ده يبقى مساعد رئيس الجمهورية الحالي، وبنشوفه وهو بيفتح الدولاب بتاعه، وبنعرف وقتها إنه حصل على ترقيات كتير في الجيش. وقتها بنعرف إن براندون يبقى مسؤول عن حماية إيفا بنت رئيس الجمهورية الحالي، وإن كان في رحلة طيران ترفيهية طالعة من مدينة روزا، وكانت إيفا فيها هي واتنين من صحابها. ساعتها نشوف إيفا وهو بيكون معاها براندون وبيوصلها للمطار. وقتها جيد وكايل اتريقوا عليه، وبنعرف إن جيد يبقى حبيب إيفا، ونشوف كايل وهو بيتريق على حس براندون الأمني، وبنشوف براندون وقتها وهو بيدرس شخصيات كل اللي موجودين في المكان، وساعتها بيستغرب كايل على تحليله للأشخاص اللي موجودين حواليه. وفي الجانب الآخر بنشوف راجل كبير ومراته، وبيبقوا هانك وإكتريس، وبيكون معاهم حفيدتهم روزا، وبنعرف إن والد روزا وأمها منفصلين عن بعض، وإنها عايشة مع جدها هانك وجدتها إكتريس، وبيبقوا عاملين ليها مفاجأة. وبنرجع تاني لإيفا وأصحابها وهما بيستلموا جوازات السفر بتاعتهم علشان يوصلوا للطيارة، وبيوقفها موظف الاستقبال وبيشاور لها على صورة أبوها اللي موجودة وراها، وبيقول لها إنه هيديله صوته في الانتخابات الجاية. بعدها يبدأ الأصدقاء يتكلموا مع بعض، وبنشوف جيد وكايل وهما بيعارضوا إيفا في قراراتها. تشوف روزا وهي متعصبة بسبب فقدانها اللعبة بتاعتها في المطار، وقتها بتقوم علشان تدور عليها، ولما بتمشي بتخبط في إيفا وبتوقع عليها القهوة اللي كانت بتشربها. ساعتها بيخلص المشهد وبتبدأ إيفا تفتكر إنها شافت اللعبة صدفة، عشان بعدها ترجع تجيبها للطفلة من تاني. وبنعرف وقتها إن هما مسافرين على الطيارة ورايحين نفس الرحلة، وده لأن هانك وأكترس رايحين في عطلة أسبوعية، واخدين حفلتهم روزا معاهم علشان يخرجوها. وقبل قيام الطيارة بنشوف فراندو وهو بيتكلم مع إيفا، وبيقول لها لو عايزة تسافر لوحدها تقدر تعمل ده، وبتقول له إيفا إنها بعد حادثة والدتها وأبوها بقى بيخاف عليها جدا. وبنشوف براندون وهو بيقعد معاها مرة تانية، وتبدأ الناس تطلع للطيارة، ونشوف وقتها براندون وهو بيدعي على إيفا، وبيقول لها إنهم مش هيقعدوا في الدرجة الاقتصادية، ولكن إيفا بتقول له إن طاقم الركاب قالوا ليها إنها ممكن تقعد في آخر الطيارة، وده لأن الطيارة ما فيهاش ركاب كتير. وقتها بنشوف الطيارة وهي بتستعد للإقلاع، ونشوف تعليمات من طاقم فريق العمل بالطيارة، وأثناء التعليمات بنشوف كايل بيتريق على مضيف الطيران لكنه مش بيديله أي اهتمام وبيكمل. ونشوف إعلان الرحلة على مجلة موجودة في الطيارة، وقتها بيطلب كايل من المضيف خمرة، وبنشوف ساعتها إيفا وهي بتوقع مقرمشاتها على الأرض، وبيقول لها المضيف زميله إن مفيش مشكلة. وقتها بتعتذر له، ولكن بيقول لها كايل بكل سخافة إنه أكيد متعود على قضاء معظم الأوقات على ركبته. بعدها يهزر كايل مع إيفا ويبدأ يخوفها ويقول لها إن جناحات الطيارة ضعيفة، ونشوف الطيارة وهي بتتهز مرة واحدة في الجو، وبيعلن وقتها الطاقم عن وجود عصافير في اتجاه الطيارة، وده اللي خلاها تصطدم بالمحرك الأيسر للطيارة. ولكن اتحلت المشكلة والطيارة ماشية بدون أي مشاكل. وقتها بتاخد البنت الصغيرة روزا بالها، وبنشوف المحرك الأيسر وهو بيطلع نار وبيتفكك، وبنشوف وقتها تعليمات بربط حزام الأمان، ولكن اللي بيحصل إن جزء من المحرك قدر يدخل الطيارة ويعمل خلل فيها. وقتها الطيارة تبدأ تتفكك، ونشوف الناس وهي بتطير منها بره الجو. بعدها تبدأ الطيارة بالانخفاض وبتنزل في البحر، واللي بيحصل إن الإزاز اللي موجود فيها بيبدأ يتفرغ جوه، ويبدأ يعور معظم الناس في الطيارة. ونشوف الناجين من الحادث والأشخاص اللي ذكرناهم في أول الفيلم، بالإضافة لمضيف الطيران، وده هو اللي يبقى اتبقى من الطاقم. وتستمر الطيارة بالهبوط لحد ما تنزل وتستقر في جزء قريب من قاع المية. وقتها بنشوف المية وهي مغرقة الطيارة من جوه، ونشوف ساعتها براندون وهو طالع من المية. بعدها نشوف البنت الصغيرة روزا وهي جاية لوحدها وبتطلب منهم ينقذوا جدتها، وده لأن جدها مات. وقتها بيقدر مضيف الطيران إنه يساعدها وترجع للحياة مرة تانية. بعدها بنشوف براندون وهو بينبه إيفا تاخد بالها من منسوب ارتفاع المية، ولو حصل وحد حس بالخمول فده معناه إن الأكسجين بدأ ينقص في الطيارة. وبيقول كمان براندون إنهم على ارتفاع 30 درجة من المحيط، وإن كل حاجة بتكون ثابتة وإنهم هيفضلوا في أمان لفترة معينة. وقتها بيدوروا على أنابيب أكسجين لكنهم مش بيلاقوا، ونشوف إكترس وهي بتقول إن كان في أنبوبة مع شخص في المقاعد اللي قدام. ونشوف براندون وهو رايح يجيب أنبوبة الأكسجين، وتطلب منه أكترس إنه يجيب كاب جوزها وهو جاي، ولكن براندون مش بيحالفه الحظ وهو راجع، وده لأن سمكة قرش دخلت في الطيارة وقدرت تهجم عليه. ونشوفه وهو راجع وبيطلب من إيفا تسامحه، وده بعد ما سمكة القرش قدرت إنها تصفي الدم في جسمه كله. وقبل ما سمكة القرش تسحبه بيطلب من إيفا إنها تكون قد المسؤولية،
ونشوفه فجأة وسمكة القرش بتشده. بعدها نشوف كايل وبيكون دراعه مجروح من إزاز الطيارة، وبتبدأ تعالجه إكتريس. ونشوف بعدها وحدة الطيران المستدعاة علشان تتفقد المكان، وده لأن جالهم بلاغ إن الطيارة دي موجود فيها بنت رئيس الجمهورية، وبيكون معاهم 2 من الغواصين، وده علشان يقدروا يساعدوهم ويستكشفوا المكان. بعدها بنشوف دردشة بينهم في الطيارة، وبيكونوا موجودين في الجزء الخلفي منها، والجزء ده يبقى لسه ما تأثرش بوجود المية فيه. ونشوف أكتريس وهي بتسأل كايل عن حالته، وبيسألها المضيف ازاي اتعلمت عملية الإنقاذ دي، وبتبدأ تقول له روزا إن جدتها كانت جندية في الحرب، وقتها تقول إنها كانت ممرضة برتبة ملازم وده في العراق. وبتتكلم معاهم وبتقول لهم إنها اتعرفت على هانك في الحرب، واللي من وقتها وما فرقوش بعض أبدا، ولكن جه الوقت إنهم يبعدوا عن بعض. ونشوف وقتها سمكة قرش ضخمة بتعدي من جنب الطيارة، وبنرجع لدورية الإنقاذ وبنشوفهم والوقود بتاعهم بيخلص، ونشوف الطيارة في مشهد وهي بتنزل وبتكمل لطريقها في المحيط، وتبدأ تستقر مرة تانية، وبيبدأوا إنهم يدوروا على طريقة يخرجوا بيها في حالة عدم إنقاذهم. في الجانب الآخر بنشوف طاقم الإنقاذ وقت تفقدهم للمكان، وبيشوفوا أثر لحادث الطيارة، ويبدأوا يحطوا وقت ربع ساعة لفريق الإنقاذ. وبعد انتظار فريق الإنقاذ نبدأ نشوفهم وهما بيخبطوا على إزاز الطيارة، ولكن بنشوف سمكة قرش بتكون موجودة ورا المنقذ، وبيبدأوا إن هما يحذروه، لكنه ما بيلاقيش أي حاجة. وساعتها بيبدأ القرش يهجم عليه لحد ما يموته. ونشوف إيفا وهي بتقول إن الغواص التاني لو موجود في الطيارة فهو بالفعل أكيد ميت. وقتها تبدأ تسبح في الطيارة على أمل وجود أنبوبة الأكسجين، وفي محاولة من جد في مساعدتها بيبدأ يقع من على الكراسي، ونشوفه وبعدها وهو بيهزر. ولكن سمكة القرش بيبقى ليها كلام تاني علشان نشوفه وهي بتشده، ولكنهم بيقدروا ينقذوه، لكنه بيفقد رجله اليمين. وتبدأ محاولة الإنقاذ من الممرضة إكتريس، وبتقدر توقف النزيف ده وقتها. ويبدأ صاحب كايل يهزر معاه علشان ينسيه اللي حصل في رجله. بعدها تبدأ تقنع إيفا إنهم يدوروا على الأقنعة باقي المعدات اللي في المخزن، وتنزل بالفعل إيفا المخزن الخاص بالطيارة، وبالفعل تقدر تحصل على مساعدة. ونشوف مرة واحدة الممرضة إكتريس وهي بتقول لإيفا تسامحها، وبنعرف وقتها إن جيد مات. وتبدأ الطيارة بالحركة مرة تانية علشان يبدأ ينقسم الجزء الأمامي منها. وأثناء ما كانوا بيجهزوا علشان يغادروا الطيارة بيبدأ كايل يقول لهم إنه مش هيقدر يطلع من الطيارة، وده بسبب إن والده مقدرش ينقذه وهو صغير لما غرق في قاع البحر. بعدها تبدأ تسأله روزا عن الوقت اللي فضل فيه تحت المية، ويقول وقتها إن الوقت ده كان دقيقتين. وقتها بتقول له إيفا إن الوقت ده كان كافي إنه يطلع لسطح المية، ونشوفهم وهم لابسين طوق النجاة وبدل السباحة. وفي الوقت ده تبدأ الجدة إكسترس إنها تضحي بالبدلة بتاعتها لحفيدتها روفا، وكانت مفهماهم إنها بتقدر تعوم. وأثناء ما كانوا طالعين كلهم تبدأ تقعد في مؤخرة الطيارة وتقعد تعيط. ونشوف بعدها كايل ودانيلو وهم راجعين ليها، لكنهم مش بيقدروا يعملوا أي حاجة. وقتها بنشوف سمكة قرش ضخمة تبدأ تهاجم كايل وتقضي عليه في الحال. ونشوف دانيلو وهو بيتشارك الأكسجين مع روزا وإيفا. وقتها ياخد دانيلو الطفل روزا معاه ويطلعوا فوق، وأثناء ما إيفا كانت بتحاول الصعود ليهم تبدأ تهاجمها سمكة قرش تانية، ولكنها بتقدر تهرب منها. ولما بتحاول إيفا الطلوع من الطيارة بتكون الطيارة وقعت لأسفل المحيط. وقتها تبدأ تحس بنقص في الأكسجين، لكنها بتقدر تطلع فوق. ولما بتفوق مش بتلاقي أي حاجة، ولكنها بتنادى عليهم وبنشوف طيارة هليكوبتر جاي للمساعدة. وقتها بيكون موجود فيها دانيلو وروزا، وتبدأ تطلع الطيارة. ومن هنا ينتهي فيلمنا. ولو وصلت لحد هنا أتمنى منك تصلي على النبي في الكومنتات، وتعمل اشتراك في القناة لو أنت مش مشترك، وما تنساش تسيب لنا كومنت جميل بالفيلم الجاي، وده علشان نقدر نقدم لك كل ما هو جديد وحصري.